أنا دكتور محمود عاطف، أخصائي جراحة وجه وفكين وزراعة الأسنان جامعة MSA في دكتور نانيس كلينيك. خلينا نتفق إن مفيش حالة زي التانية. ده معناه إيه؟ ده معناه إن في حالات ممكن تاخد 5 دقايق وفي حالات ممكن تقعد معايا لحد ساعة أو ساعة ونص بالكتير. طب ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على إحنا جايين نعمل إيه؟ يعني حالة زراعة لسنة واحدة مش هتقعد نفس الوقت اللي حالة هتعمل فيه فك كامل. وكمان لو هنعمل اي حاجات اضافية زي زراعة عظم او رفع للحاجب الانفي هياخد وقت زيادة. وقت الشغل العيان بيكون واخد بنج ومش حاسس باي حاجة. لو العيان حاسس بحاجة انا مش هقدر اشتغل اصلا. طب وبالنسبة لبعد الشغل العيان بيبقى واخد روشتة وبيلتزم بتعليمات مهمة جدا عشان تكنترول الألم والورم الوارد يحصل بعد الشغل. في دكتور نانيس كلينيك بنقدم 3 كاتيجوريز مختلفة للإيمبلانت. فيها حاجات بتقدم لاكجري اوبشنز زيادة شوية، ولكن ال3 أنواع بيقدموا البوتوم لاين اللي كل الحالات بتبقى محتاجاه. ينفع طبعا ولكن بشروط. لازم نكون منتظمين على العلاج، بنتابع مع دكتور الباطنة بتاعنا ومحافظين على السكر التراكمي تحت ال7.5.